المقاومة كان رفيقا كان سلاح اللسان رفيقا لسلاح البندقية والسيف منذ بدأنا التأريخ للشعر الشعبي. شوية ومن بعد جينا واحد الكاتب ولا عفوا يسموه بن سويك، هذا قاد بن سويك هو محلي، وكيقولوا المحال تقريبا من مش نروح حتى المعسكر ودور حتى الجدار في تيارات والجراف ودور على هذو كاع محال، وكانت السياده فيهم السويد. هذا القبيله السويد هي قبيله هلاليه عربيه اصيله متمكنه، هي القياده تاع المحال. فظهر فيهم واحد الشاعر يسموه قاد بن سويكت. هذا قاد بن سويكت هو اللي كان مداح قبائل المحال ضد الاتراك، وعلى حتى ولاو ضد الاتراك، لان سلوك الاتراك فيما بعد تحول الى فرض الضريبه بشكل مباشر واثقل جاهل الساكنه المحليه لدرجه انهم رفضوها، لان الضريبه تحولت الى ما يشبه الجزيه، والجزيه تفرض على اهل الذمه وليس على المسلمين. فكيف تفرض الجزيه الضريبه بالشكل الذي يرقى الى مستوى الجزيه؟ معناه يا ودي رانا موفرين لكم الحمايه تدفعوا الضريبه نظير الحمايه هذه في الاسلام يسموها الجزيه، لانه البلد اللي فيه القوانين الاسلاميه يحكم شعب اللي ماهوش على الدين الاسلامي يدفع غرامه، هذيك الغرامه يسموها الجزيه. اذا كان الاتراك جاو يخلصوهم باه يحمونا معناها ندفعوا لهم في الجزيه. فرفض سكان المناطق هذه كلها، والاشاره ماشي لسكان المناطق هذه، المناطق القبائل كانت دائما الثوره على الاتراك لهذا السبب، رفضوا دفع الجزيه، رفضوا دفع الضريبه، فكانت تقوم ثورات وتخبط احيانا تقوم على رفض دفع الجزيه، واحيانا اخرى تقوم على النزاع حول الموارد الطبيعيه وحول الارض كمصدر اساسي للاسترزاق وممارسه الرعي وممارسه الفلاحه وغيرها، لانه المجال الحيوي للقبائل اللي كانت موجوده انذاك هي الارض. ثم كاين شيء اخر خاصه في المنطقه هذه هنا، كاين وادي شلف. وادي شلف هو الوادي اللي كانوا يسقوا منه الناس الحقول تاعهم والغيطان تاعهم ويشربوا فيه المواشي تاعهم، وهو كان الشريان الاساسي للحياه الفلاحيه في المنطقه. فالاتراك العثمانيون انذاك حاولوا يستولوا على وادي شلف، يدوا وادي شلف ويخلوا القبائل اللي محيطه بوادي شلف تدفع لهم الضريبه نظير الاستفاده من مياه وادي شلف. فكان هذا ايضا من اسباب رفض السكان المحليين لدفع مقابل استغلال مياه وادي شلف. يقول الشاعر في هذا الباب، يقول الترك يقولوا ندو شلف لا وهمه، وسويدي يقولوا لجدودنا الواد، شوف الجدول اللي واثينها ابا عن جد، كيفاش نخلص هذا الواد اللي كان جدي يستقل فيه حتى جاو هذو يقولوا نخلصوا عليه. الترك يقولوا ندو شلف لا وهمه، وسويدي يقولوا لجدودنا الواد ما نهداوش الحرب حتى الطيب تصمى ولا نهدوش العقبه على الولاد. معنى هذه المساله نفهموها اليوم، ما نخلوش ولادنا يخلصوها من المستقبل. هذا الواد تاع جدودنا كيما حافظوا عليه جدودنا واستغلوه نحافظوا عليه احنا ونستغلوه وما يدوهلناش الترك وما نخلوهاش عاده. الا بداوها لنا اليوم يبقاو ولادنا يستغلوا يخلصوا حتى تقوم القيامه، يبقاو يخلصوا مادام الترك لنا. اذا نبقاو في كل مره تقوم الحرب بين الترك والسويد. سبقت المعلومه الاولى وهي انه الاتراك العثمانيون لما دخلوا هنايا في المنطقه هذه تحديدا وجدوا اماره تنس اللي كان القائد تاعها والامير تاعها هو حميد العبد التنسي، وهذا حميد العبد التنسي هذا هو امير هلالي ايضا وسويدي، وكانت المنطقه كلها تحت الاماره تاعو. فقامت الحرب بين حميد العبد التنسي وبين الاتراك العثمانيين وهزمهم هزيمه نكراء هنا في شلف في ام الدول. استسمحكم ساكنة شلف ربما هم أدرى بالمعلومة مني، ولكن أنا بحثت فيها. إزالة نقطة الذال نقولوا أم الدروع ماشي أم الذروع. الدروع التي تركها الأتراك العثمانيون في المنطقة التي جرت فيها المعركة لا تعد ولا تحصى، هي دروع كثيرة حتى امتلأت الأرض بدروع المقاتلين الذين قتلوا والذين فروا من ساحة المعركة، وفرض عليهم منطقه في الحرب ولجأ إلى تيار، ثم اتصلوا به وهادنوه واتفقوا معه على أن يبقى أميرا لتنس وأن لا يلجأ إلى مناطق نفوذهم، فبقي أميرا على تنس وبقوا هنا وبقى حتى 1524 أتصور. مات حميد العبد التنسي فنقض الأتراك
ذلك العهد استولوا على مدينة تنس وعلى كامل إمارة تنس، ومن ثم انطلقت شرارة المقاومة بالسلاح وبالقلم، ومن بينها ظهور قادة السويكت اللي بدا يهاجم في سويد، حتى سمي بشاعر سويد المحال. وما زال يعني الى اليوم شاعر سويد المحال اللي قال القصيده تاع ناري من سويد، ابو زنجار الحاسدين وجبني نحسن نزيد على الابطال التايقين من كانوا صور حديد، كل على الدنيا فايزين ميزه النجول بعيد. هذا القصيده قالها قادة السويكت. اليوم الاغنيه البدويه وحفلات الغناء البدوي دايرين لها فال. المغني تاع البدوي اللي ما يعرفش يغني ناري وين سويد يقولوا له انت ماكش يا شيخ. باه تبدا الجلسه تاع السهره البدويه يبدا بناري وين سويد اللي فيها 3 هواوات ينقلبوا، وكي يروحوا للقبلي يبداو يغنوا طير غرفه يا حمام الابراج. هذه بالخير محمد بالخير. اذا السهره البدويه يبداوها بشعر تاع مقاومه ناري وين سويد. وهذه ناري وين سويد القصيده اللي قالوا كان عندنا الوقت كافي ربما نقرا لكم القصيده كامله، ولكن الوقت لا يكفي. فهذه شواهد يذكر فيها حتى الفاعلين في هذه الفتره باسمائهم وصفاتهم ورتبهم، يذكر القبائل، يذكر كيفاش حاربوا الترك، كيفاش وقفوا في وجوههم، يذكرها بالتفصيل كيفاش قاوموا الغرباء، في دليل على انه هذا البلاد ما تعيها رجال. الله اكبر الله اكبر. رائع يا رجل، رجال من قديم الزمان. رائع يا رجل، باركيك. ايش النسخه؟ ماتوا الرجال كانوا يجي الغريبه يفضلوا يهونوا الدم ويهونوا العمر ويهونوا المال والولاد والزوجه والفراش الدافي، غير اجل ما يخلوهاش مرهونه في يد العدو. كاين ناس اللي قاموا اليوم يقولوا لا بد. فهذا قد ابن سويكت جاء بعده شاعر اخر تقريبا في نفس السياق الزمنيه، وانا يعني كاتب واحد الخربشات هنا وسمحوا لي ربما المعلومات تاعي راهي نوعا ما مضطربه. جاء من بعده محمد بن عباس المازوني. هذا محمد بن عباس المازوني يا سي خالد كان تركي، الاصل تاعو تركيا وقال كولوغلي تركي. محمد بن عباس المازوني هذا كان يهضر تركي، ولكن لانه عاش في الجزائر ومات في الجزائر فكان يهضر اللهجه الجزائريه، يهضرها بطريقه طلقه وكانه جزائري. كان عنده واحد الاقتصاديه مع القبائل والعروش المجاوره، التجاره والتبادل، ولكن دائما كان حدود القبيله اللي حددها، ربما يحددها واد، ربما يحددها شعبات، حددها كذا، اللي تقول للقبيله بلي ذي الحدود تاعك اللي تباسي فيها الرعي، وهنا تشربي المواشي تاعك، تروحي تشربي المواشي في الجهه الاخرى، تكون حرب بينك وبين القبيله الثانيه. في مسألة الحدود التي تناقشنا عليها قبل قليل، القبائل كان عندها حدود، فما بالك في البلدان والأقطار والأنظمة والكيانات السياسية اللي كانت موجودة آنذاك. أنا نقول لكم باللي بين الجزائر والجار الغربي نهر الوية هو الحدث الطبيعي من بكري من 1661 اتفقوا، قال باللي الحدود تاع العثمانيين اللي جاوا هنايا هي حدودكم نهر الوية، تدخلوا للدولة. ذاك الوقت كانوا السعديين تفوتوا من نهر المروية تقاتلوا مع السعديين. السعديين يجون لهنا كيف بداو العلويين يبداو يدخلوا لهنا، جاو هنا راهم يقولوا الحدود تاعنا اليوم واش توسط. واحد السلطان جا غزا المناطق هذو لانه اعتادوا، جا هنايا غزاهم وصل حتى المنطقه هذه غزوا لنا، ولكن الاتراك بالمساعده تاع الزوايا وبالمساعده تاع طردوه شر طرده وطاردوه حتى داخل مملكته حتى الفاس، وجاء إلى الباي وجثى على ركبتيه وقال له انت الموس ولا الحم ندم في الغزو، عاودوا رجعوه لبلاده. هذا الادعاء بانه كما راهم يقولوا الحدود الشرقيه تاعنا والمناطق الشرقيه اللي بداوها لنا تاعنا مش تاعكم، جيتوا غزيتوها حاوزوكم كما ترمى الكلاب والظلام اكرمكم الله، ورجعتوا وطلبتوا السماح، ومازال اليوم كاين اللي عاودوا يرجعوكم وطلبوا السماح. فهذا قد ابن سويكت كتب قصيده تاع الدواء عليها الجواد، وقصه الدواء عليها الجواد ذكرها الزياني، وقلت لي هذا ومذكوره ايضا في الثغر الجمالي في لسان الثغر الوهراني لمحمد بن سحنون. قلت لي كان الباي ابراهيم، هذا الباي ابراهيم هو اللي يقولوا اللي كان باي شويه كما نقولوا باي مخنث،
كان بايع على تلمسان، ذاك الوقت كانت البايع المقر تاعو في تلمسان. ومن بعد انتقل الى فروع. كان حكم زوج بايع، كان المقر هنايا في مازونه اللي دار الباي بوخديجه، وكان واحد في تلمسان. ثم جاء الباي مصطفى بوشلاغ المصراتي، هذا هو اللي حرر وهران اول مره 1707. وحد البيلك دارها في فروحه. علاه دار البيلك في فروحه ماشي في، ما خلاش في مازونه، قال باه نقرب بالوهران، باه نزيد نحرر وهران لازم نقرب ندير المقر البيلك في فروحه باه نراقب وهران عن كثب. ومن ثم جمع البيلك تاع تلمسان مع البيلك تاع مازونه دارهم في فروحه، وهو اول باي يحكم بين بايلكين، يعني هذه كرسي الباي وحده. وهذاك الوقت بقى يراقب في وهران في 1761 كذا. يجي هذا الباي ابراهيم قام عليه التلمسانيون قبل ان يتم توحيد البيلك، قام عليه اهل تلمسان ونصبوا مكانه الباي يوسف المصراتي. ماشي خلينا المعلومه. نعم، الباي يوسف المصراتي. وهذا الباي يوسف المصراتي يعني من العائله المصراتيه. وعائلة المصراتية هذو هم الذي يقال عنهم بأنه في عهدهم شاعر رخاء اقتصادي وشاعر كذا، حتى بوشلاغ كان مصراتي. فما عجبوش الحال، لأنه يعني هو كروبي. واش يدير؟ أقسم أن لا يحلق شعر رأسه ولا لحيته وأن لا يغتسل من جنابه حتى يسترجع كرسي البيلك. فقصد الداي في العاصمة، وفي طريقه مر على صبيح. كان هذا الصبيح الصبح، الصبح والجراف ويلل المنطقه منا، هذو قاعد كذا كانوا عرش الصبيح ماشي يلل. نعم ساختصر بسرعه. فاستسقاهم فاسقوه لبنا، شرب بشويه واللي بقى فرغوه له على راسه. فراح للباي اشتكى له، عطاه حاميه، جاء استرجع البيلك تاعو وكتب عليه القصيده تاع الدواء عليها الجواد. هذا حد الطالب هذا حد الطالب سويد ماذا داروا؟ زوج السلاطين والقياد باي يشربوا باي الغاب كما تنصروا، والعربان التي زاد باي يخرج من مزرنا جاب الجوع مثل منين وقت المغرب في مينا ودسي صلى الفجرين، حتى يقول بخضرة راعي الهداد قال ميلاتو مادام ميلا تجري وجبت سيفو من الغماد. شور عاود لفت عاود وشور الباي دق شوار وما يقصش من الابعاد. قصيده طويله وجميله جدا يحكي فيها هذه المواقع اللي دارهم هذا الباي واللي واجهوه فيه سويد اللي هم سكان المنطقه، ثم نفاهم الى اطراف القبيله الى لجدار وغيرهم والى تلمسان، ثم اعاد تجميعهم بعد ان اخذ عنهم عهودا ان يعودوا الى ما فعلوا. الشاهد الثالث والذي سيكون اخيرا يا مدور ما تقلقش، وهو من قصيدة عداب الباشي اللي يتحدث على ثورة الدرقاوي في 1810 حتى 1827. هذه الثورة هي التي أضعفت الوجود العثماني بالجزائر، والتي كانت قائدها الدرقاوي. طبعا لنا خوض في علاقات الدرقاوي وامتداداته وأصوله وكذا، والدرقاوي إلى اليوم لغز في تاريخ هذه المنطقة. كيف ظهر وكيف اختفى قضية تبقى للمحققين في طبيعة هذا الشخص وارتباطاته وميوله وأهدافه مما قام به ضد الأتراك العثمانيين. صحيح أنه ثورة هشام مغريس قامت ضد الأتراك العثمانيين لما قاموا به من تجاوزات في حق الساكنة، فكتب عداب الباشي شاهد من شواهد مقاومة هذا التواجد التركي، وهي قصيدة قصتنا يا صاحبي أنا وعالية كي جواد منين نطحو بن عثمان. هذه القصيدة مظهرها غزلية، ولكن فيما بعد يتضح بأنها ليست غزلية، وإنما هي قصيدة ذكر فيها الملحمة ثم أذكر فيها في الختام الغزل، بدليل أن يقول قصتنا يا صاحبي أنا وعالية كي جواد منين نطحو بن عثمان. قلب البيع على جواد غريس ملان، هاي منطقة غريس معروفة يعني في العسكر. قلب البيع على جواد غريس ملان، لماذا؟ قلب البيع على جواد غريس ملان، ما هو الشيء الذي خلى قلب البيع يتبنى على جواد غريس؟ هي موالاتهم للدرقاوي. نكر طبلوجات قومان قوي يخرج من بهجة السيسن كيف تعبان، نبالا غوات قال يجوا هنايا نجريهم كيما جري تسويد زمان. في رواية يقول نبالا غوات قال براس بويا نجريهم كيما جري تسويد زمان، براوات وجاو قال عطوا الجزية.
قراوهم الابطال غير فلان فلان، قراوهم بالظاهره ماشي خفيه، عرفوا ما فيها، اتفقوا باللي كان واش قالوا حنا غادي نترك مناجير عيه، جاز حسن بكري وناقرنا شعبان، كان بغيت تطرادنا رانا هنايا على حرم غريس مسكا واللفتان. القاسي حتى يقول معظم ذاك النهار والنيران يكذبوا الزلزال يطيح كامثل السحاب على المواد الحي في الميدان هدوا واستبقوا 10 قواه بالعداد، ناض الحاج مهلهل الكومه لوحده طاح الصحراوي على حرم الباب، ثاني زوج اخوه على العياد شدوا قدوا له عده اخرى يدقوا نقاب، في الاخير يقول فوتنا كي نراد مع البيان غلبها وتعود تغلبني عيان، روح بالباشي زاهي بالسعايه ولا بالبهيه نصوص المسلم. قصيده هكا حتى فهذه القصيده هي مؤشر على أنه جذوة المقاومة باقية. جاء فيما بعد بالخير في ثورة ولاد سيدي الشيخ وامتدادات في ثورة ولاد سيدي الشيخ، ثم قبله كان طاهر بن حوال يمدح الأمير عبد القادر، والآخر طبعا ما كتب بعد الثورة بعد الاستقلال. أول ما كتب ما بقاش الحمد لله ما بقاش الاستعمار في بلادنا، الحاج محمد العنقا، وكتب أيضا الخالدي، جات الحرية جات اللي غناها عبد المولى العباسي. أشكركم على كرم الإصغاء، وأتمنى أني لم أكن قد أطلت عليكم، ولو أنني اختصرت ما بحثت فيه اختصار